النهاردة هقولكم على حاجات عملتها طولت وتقلت شعري بجد. اول حاجة ان انا بقيت منتظمة على الديرما رولر، بعملها مرة كل 10 ايام او كل اسبوعين، بعقمها بالكحول وبعد كده ببدأ ان انا اعملها على شعري حوالي ربع ساعة او 10 دقايق بس على كل الروتس وبالذات في الاماكن اللي فيها فراغات. وبعد كده بحط حمام زيت، ده ميكسات زيوت كتيرة كده، اهم نوع زيت فيها هو زيت الخروع وزيت الروزماري، ممكن تستخدموهم لوحدهم، ممكن تستخدموا ميكسات زي كده. بوزع زيت كويس قوي على شعري وبعد كده بعمل مساج حوالي 10 دقايق بس بالراحة. هو الفيديو تحسوه جامد بس عشان مسرعة الحتة دي. بسرح شعري وبعد كده ببل شعري من تحت وبحط زيت يرطب بقى الاطراف، وده برضو فيه زبدة شيا وزيت جوجوبا وزيت جوز هند، ممكن تستخدموا الحاجات دي لوحدها برضو. عادي جدا ان احنا يقع مننا شوية شعر واحنا بنعمل زيوت بس بالعادي، يعني مش المنظر اللي يخض. بحط هير ماسك على شعري من تحت بس، بعد كده بغطيه بالبونيه وبسيب الكلام ده على شعري حوالي ساعة ساعتين 3 بس ما ننامش بيه. اجي اغسل شعري بقى، الاول حاجة لازم فيها سلفيت، لازم او شامبو ضد القشرة او حاجة بتعمل سكراب لفروة الشعر عشان الزيوت اللي احنا حاطينها. وبعد كده تاني غسلة بغسله بشامبو له سلفيت. واخر حاجة بحط هير ماسك، ودي الانواع المفضلة عندي الفترة دي، وبسيبه حوالي 10 دقايق. بنشف شعري كويس ان هو ما يكونش مبلول قوي، وبسرحه بمشط واسع، لازم مشط واسع عشان ما يقطعش الشعر. وبقسم شعري 2 كده قبل ما احط فيه اي حاجة. بحط بقى ليف ان كريم على كل نص لوحده، وبتأكد ان انا وزعته على كل نص كويس. ونفس التقسيمة بحط فيها سيرم وهيت بروتكشن عشان انا هعمل شعري لسه. بلف شعري بمايكرو فايبر تاول عشان تاخد اي اكسترا برودكت من اللي انا حطيته، وبعمل شعري عادي جدا. وبس كده، ده اللي انا بعمله غالبا في كل شاور.